عقيل صالح يقترح إنشاء سلطة ليبية موحدة في سرت حتى تنظيم الانتخابات. والجيش الليبي يعلن استهداف قارب لقوات الوفاق قبالة سواحل راس لانوف. رئيس الوزراء اللبناني يعلن استقالة حكومته ويقول أن منظومة الفساد في لبنان أكبر من الدولة. ومحتجون يطالبون بحل مجلس النواب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من آرتي. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، مؤكدا خلال اجتماع مع الحكومة أن اللقاح أثبت فعاليته في تكوين مناعة مستقرة ضد كورونا. واعتبر بوتين تسجيل اللقاح خطوة مهمة للعالم أجمع. للمزيد معنا مباشرة من موسكو مراسلنا مكسيم الطوري. مرحبا مكسيم، ما الذي نعرفه عن هذا اللقاح وما الذي قاله الرئيس بوتين عنه؟ نعم إذن علي، بداية هذا الخبر الهام الذي انتظره العالم مطولا. الآن روسيا تسجل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، هذه الجائحة التي اجتاحت العالم بأسره. اليوم روسيا تكشف عن أول لقاح في العالم ضد هذا الفيروس. جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو مع أعضاء الحكومة. هذا الاجتماع أعلن فيه الرئيس الروسي أن هذا اللقاح يعمل بشكل فعال وكون مناعة ثابتة ومر كل التجارب اللازمة. أعرب الرئيس بوتين عن أمله في أن يظهر في الوقت القريب في العالم مزيد من هذه اللقاحات، وأيضا أشار إلى أن روسيا ستبدأ بالإنتاج الكبير من هذه اللقاحات في الوقت القريب العاجل. دعونا نستمع لبعض مما قاله الرئيس بوتين. حسب ما أعرف فإنه اليوم صباحا تم تسجيل ولأول مرة في العالم لقاح ضد الكورونا فيروس. وفي هذا الصدد أود أن أطلب من وزير الصحة السيد موراشكو أن يعلمنا عن التفاصيل. وحسب ما أعرف أن هذا اللقاح فعال ويشكل مناعة ثابتة. وأكرر مرة أخرى مكسيم، ماذا بخصوص عمليات إنتاج اللقاح وبداية توزيعه على المواطنين؟ هل نعرف تفاصيل بهذا الشأن؟ نعم، أولا الرئيس بوتين شدد على أن التطعيم بهذا اللقاح سيكون طوعيا للجميع. أعرب عن أمله في أن يتم الإنتاج الواسع في القريب العاجل. كانت هناك معلومات سابقة تشير إلى إمكانية التطعيم الواسع في شهر سبتمبر المقبل، لربما سيكون في وقت أقرب من ذلك. وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكا أشار اليوم إلى أن مركز أبحاث جامالايا التابع لوزارة الصحة الروسية، وهنا أود الإشارة إلى أنه في وقت سابق كانت روسيا قد تحدثت عن أنها تقوم بتطوير لقاحين، أحدهما في مركز أبحاث جامالايا والآخر في مركز فيكتور. اليوم يتم الكشف عن الانتهاء وتسجيل هذا اللقاح الأول. وأشار كما قلت وزير الصحة موراشكا إلى أن هذا المركز وفور إعلان منظمة الصحة العالمية عن أن فيروس كورونا هو وباء عالمي بدأت وقتها بتطوير اللقاح، وذكر بالخبرة الواسعة لهذا المركز الذي قام سابقا بتطوير لقاحات ضد إيبولا وسارز. أشار إلى أن الاختبارات السريرية لهذا اللقاح انتهت بشكل جيد في جامعة سيتشنوف. ربما من المفيد الإشارة هنا إلى أن السلطات الروسية كانت قد أعلنت أن أول من سيتلقى هذا اللقاح هم الأطقم الطبية العاملة بشكل مباشر يعني على الخطوط الأمامية في مواجهة كورونا، وأيضا كبار السن الذين هم يكونون عادة أكثر تأثرا لدى الإصابة بهذا الفيروس. نحن ننتظر ما الذي سيتكشف في هذا الإطار، وطبعا ستكون لنا عودة معك مكسيم الطوري لمواكبة هذه
التطورات من موسكو. شكرا جزيلا على كل المعلومات التي أفدتنا بها. اقترح رئيس البرلمان الليبي عقيل صالح إنشاء سلطة موحدة في مدينة سرت تدير الوضع في ليبيا إلى حين تنظيم الانتخابات. واشترط صالح عقب لقائه في القاهرة السفيرة الأمريكية ريتشارد نورلاند تشكيل سلطة جديدة في ليبيا لإرسال عوائد النفط إلى المصرف المركزي، مشيدا بالاهتمام الأمريكي بوقف إطلاق النار في بلاده. من جهته السفير الأمريكي شدد على ألا حل عسكريا للأزمة في ليبيا، ويأتي ذلك فيما جددت القاهرة تأكيدها على ضرورة التصدي للمسلحين الأجانب ورفض التدخل الخارجي في ليبيا. رحلة البحث عن حلول لأطراف النزاع الليبي مستمرة. رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح ينتقل من عاصمة إلى أخرى حاملا معه بنود إعلان القاهرة، يبحث في مدى إمكانية التعاطي معها من قبل طرفي الأزمة. القاهرة محطة مهمة، ففيها يجري صالح لقاءات ومشاورات مع مسؤولين مصريين وآخرين غربيين، تزامنا مع هدوء ميداني حذر في محيط سرت والجفرة، ورفض من قبل حكومة الوفاق لإعلان القاهرة. مصر تدعم صراحة مجلس النواب وقوة حفتر، وعلى الطاولة مقترح أمريكي لحل منزوع السلاح في سرت. هذا الطرح خطير للغاية لأنه يسبب مشاكل كبيرة ومستمرة في المنطقة، لأن أولا هذه المنطقة سوف تتحول إلى منطقة آمنة ومنطقة معزولة للإرهابيين، وتتحول إلى نقطة جاذبة لكل الإرهابيين من كل دول العالم. هذه واحدة. هذا الأمر أيضا قد يؤدي إلى تقسيم ليبيا، لأنه سوف يفصل بين الإقليم الشرقي والإقليم الغربي والإقليم الجنوبي، وبالتالي هو يمهد بشكل عملي على الأرض تقسيم ليبيا لثلاثة دول. القاهرة تصر على مطلب رفع حظر التسليح عن الجيش بقيادة حفتر لدعم ما تقول إنه عمليات لمكافحة التنظيمات الإرهابية. أما ما يقلق مصر فهو الوجود التركي على الأراضي الليبية والمسلحون الأجانب. التدخلات التركية في الشأن الليبي هي بمثابة سكب للزيت على النار في ليبيا المشتعلة أصلا. تركيا منذ وضعت أقدامها في طرابلس عن طريق ما يسمى حكومة الوفاق أتت بجماعات الإرهاب. مجلس النواب الليبي يعتبر القاهرة ضامنا لوحدة ليبيا وسيادتها، وسدا يمنع تقدم حكومة الوفاق بدعم من أنقرة. يتحدث طرف الأزمة الليبية عن قضيتين متناقضتين، كلاهما يؤيد الحل السياسي بشروطه، وكلاهما أيضا يحشد عسكريا ويؤكد الجهوزية القتالية. يبدو الحل ومعه المعركة والمقترح الأمريكي أمران لا تمتلك الأطراف الليبية قيادتهما الآن، خاصة وأن الهلال النفطي بما يمتلكه من ثقل إقليمي ودولي قد يكون حاكما للمرحلة المقبلة. أحمد الأشقرارتي، القاهرة. هذا وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن وحدات الدفاع الساحلي استهدفت قاربا انتهك المنطقة العسكرية قرب سواحل راسلانوف شمال البلاد. وأضاف المسماري أن القارب كان على متنه نحو 20 عنصرا من قوات حكومة الوفاق، ورفضوا الاستجابة لنداءات التحذير المتكررة. وأشار إلى أن وحدات الدفاع الساحلي أصابت القارب بشكل مباشر، وتلت ذلك عملية بحث في المنطقة. هذا وتتواصل حرب التصريحات بين طرفي النزاع الليبي، ما يدفع نحو تأزيم الوضع وعرقلة التوصل إلى تسوية، فيما يصر فيه كل طرف على فرض شروطه لإنهاء القتال. يدخل ملف النفط على الخط ليفاقم فجوة الخلاف. وصلت حرب التصريحات الإعلامية بين أطراف الأزمة الليبية إلى أوجها. بنغازي تتحدث عن ضرورة حل المجلس الرئاسي واللجوء إلى انتخابات كشرط لعملية سياسية، بينما تؤكد طرابلس أن الحوار السياسي متوقف على انسحاب قوة الجيش من سرت والجفرة. غرفة عمليات تأمين وحماية المنطقة هناك تؤكد أن قوة الوفاق جاهزة لصد أي هجوم. نحترم وقف إطلاق النار، لكننا جاهزون لأي هجوم. قوات الوفاق تحافظ على نقاط تمركزها مع وصول تعزيزات باستمرار عبر الطائرات إلى مطار القرضابية بسرت، ونتابع رصد تحركات قوات حفتر. تجد قوة الجيش الليبي والحكومة المؤقتة بحليفتها القاهرة
ضامنا لوحدة البلاد وسيادتها كما تقول. يدافع عن موقفها مجلس النواب، فهو الآخر يرى أن القاهرة أوقفت تقدم قوات الوفاق وحليفتها القوات التركية. مصر هي مهمة جدا في المنطقة يعني، ومصر مش حتى قبل عملية طرابلس أمنها القومي من الأمن القومي الليبي يعني كانت تتواجد مجموعات إرهابية على حدودها مصر في درنا. أكبر إرهابي عشماوي تم تسليمه من قبل القوات المسلحة الليبية لمصر، هذا خطر جسيم كان على مصر. كانت العملية اللوجستية في مصر في سيناء تتم من عن طريق درنا يعني. وما بين الموقفين يترنح الوضع الميداني ما بين هدوء حذر لا تعكره أصوات المدافع وحشد عسكري إعلامي يشي بقرب معركة مؤجلة تحذر منها الأطراف الدولية. النفط بينهما قد يشكل مستقبلا سببا لبدء القتال مرة أخرى، أو أنه سيكون مفتاح حل يبحث عنه الشارع. أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب استقالة حكومته، وقال إن منظومة الفساد في لبنان أكبر من الدولة، وأن انفجار مرفأ بيروت جاء نتيجة الفساد المتفشي في البلاد. وأضاف دياب أن الطبقة الفاسدة حاولت منذ بداية عمل حكومته تحميلها مسؤولية الانهيار والدين العام، فيما قبل الرئيس اللبناني ميشيل عون استقالة الحكومة طالبا منها الاستمرار بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة. ويأتي ذلك فيما اندلعت مواجهات في محيط البرلمان اللبناني، وطالب المحتجون باستقالة مجلس النواب، فيما رشق بعض المتظاهرين قوات الأمن بالحجارة التي أطلقت بدورها الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم. انفجر مرفأ بيروت، توالت استقالات الوزراء، فحولت حكومة لبنان إلى أشلاء. في ظل ظروف حساسة للغاية شكلت حكومة حسان دياب، لكنها لم تكمل شهرها الثامن، فسقطت بالضربة القاضية تحت ضغط الشارع وعلى أنقاض دمار طال معظم أحياء العاصمة بيروت. نحن اليوم نحتكم إلى الناس، إلى مطلبهم بمحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة المختبئة منذ 7 سنوات، إلى رغبتهم بالتغيير الحقيقي من دولة الفساد والهدر والسمسرات والسرقات إلى دولة القانون والعدالة والشفافية. نريد أن نفتح الباب أمام الإنقاذ الوطني الذي يشارك اللبنانيون في صناعته. لذلك أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة. رفعت حكومة حسان دياب الراية البيضاء أمام منظومة الفساد، وأعلنت عدم قدرتها على مواجهتها، لتبدأ مرحلة تصريف الأعمال بانتظار الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل حكومة جديدة. أعرب فخامة رئيس الجمهورية عن شكره لدولة رئيس مجلس الوزراء والسادة والسيدات الوزراء، وطلب منهم الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تشكل الحكومة الجديدة. لبنان يدخل مرحلة غامضة المعالم، بدأت باستقالة الحكومة ووصول عدوى الاستقالات إلى أروقة مجلس النواب، فيما يواصل الشارع الغاضب تحركاته مطالبا بإسقاط المنظومة السياسية في البلاد على ما تبقى من أنقاض لم تطلها نيران الاحتجاجات. قدم دياب استقالته فاتحا الأبواب أمام مزيد من التعقيدات في المشهد اللبناني، تعقيدات تبدأ بإعادة إعمار بيروت ولا تنتهي بمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد. عمر الصلاح، آرتي، بيروت. وفي أول ردود الفعل على استقالة الحكومة اللبنانية دعا وزير الخارجية الفرنسي جان-يves لو دريون إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة تتحمل مسؤولياتها في مواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك إعادة أعمار بيروت. ودعا لو دريون الحكومة المقبلة إلى إجراء الإصلاحات الضرورية لتجنب الانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان، مشددا على ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب، ومؤكدا وقوف فرنسا إلى جانب اللبنانيين في هذه اللحظة التاريخية الصعبة وفق تعبيره. هذا وأكد الأمين العام للأمم المتحدة مواصلة دعم لبنان، مطالبا
إجراء تحقيق شفاف لتحديد أسباب انفجار المرفأ وتحقيق المساءلة التي طالب بها الشعب اللبناني. لا جولة على أخبار متفرقة من العالم. نبدأها من تايلاند، حيث تجمع نحو 3000 طالب في حرم جامعي في ضواحي بانكوك في حراك غير مسبوق يتحدى الملكية في البلاد، حيث انتقد الطلاب النظام الملكي وثراء الملك. وقد بدأ الحراك مناهضا للحكومة، لكنه تحول إلى انتقاد الملك. في بوليفيا تظاهر المئات في مدينة الألتو احتجاجا على تأجيل الانتخابات العامة وسوء الخدمات الطبية في ظل انتشار جائحة كورونا. وقطع المحتجون الطرق بالحواجز الرملية والحجارة. في موريشيوس شارك متطوعون في جهود احتواء تسرب نفطي من ناقلة يابانية جنحت قبالة الساحل الجنوبي للبلاد. وحذرت منظمات بيئية من خطر التسرب على الأحياء المائية وعواقبه الوخيمة على الاقتصاد والأمن الغذائي والصحة في البلاد. توعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والصين بالرد على فرضها عقوبات ضد مسؤولين أمريكيين، مؤكدا أن إجراءات كثيرة يمكن اتخاذها دون الإفصاح عن طبيعتها. وكانت بكين قد فرضت عقوبات على 11 أمريكيا بينهم أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ، وذلك ردا على عقوبات أمريكية تتعلق بهونغ كونغ. السجال الصيني الأمريكي يتصاعد، ومعه تحتد لهجة الطرفين وردود الأفعال. فبكين قررت الرد على العقوبات الأمريكية الأخيرة بسبب ملف هونغ كونغ بعقوبات مضادة استهدفت 11 شخصية بينها أعضاء جمهوريون كبار بمجلس الشيوخ ترى الصين أنهم يقودون التحرك ضدها. ردا على مخالفات الولايات المتحدة، قررنا فرض عقوبات على بعض الشخصيات التي تصرفت بشكل سيء حيال قضية هونغ كونغ، وهم أعضاء مجلس الشيوخ ماركو روبيو وتيد كروز وجوش هاولي وتوم كوتون وبات تومي والنائب كريس سميث. أقل ما يقال عن الرد الصيني أنه موجه وثمة رسالة وراءه، وهي أن بكين لن ترضخ أمام الضغوط وسترد بقوة على التحركات ضدها، إذ أن العقوبات الصينية التي تستهدف مشرعين بارزين مثل روبيو وكروز ورئيس منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرهم جاءت في مقابل عقوبات أمريكية ضد رأس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام و10 شخصيات بينها الأمني والسياسي لكن دون وزن يذكر. وبما أنه موسم الانتخابات يبرع دونالد ترامب في استغلال النزاع مع الصين انتخابيا، ويرسل وزير الصحة أليكس آزار في زيارة تاريخية إلى تايوان ليشيد هذا الأخير من هناك بديمقراطية الجزيرة التي تعتبرها بكين مقاطعة انفصالية. هذه الزيارة تمثل اعترافا بالصداقة العميقة بين الولايات المتحدة وتايوان والشراكة في مجال الأمن والاقتصاد والرعاية الصحية والقيم الديمقراطية المنفتحة والشفافة. غزل آزار بالألفة الطارئة بين واشنطن وتايبي أغضب بكين الداعية إلى احترام سياسة صين واحدة، لكن يبدو أن زيارة المسؤول الأمريكي تؤذن بنهاية التزام واشنطن بهذه السياسة، حيث لم يحدث منذ عام 1979 أن زار مسؤول أمريكي تايوان التي باتت تستقبل اليوم المسؤولين الأمريكيين. وفي كل الأحوال قد لا تتوقف الضغوط الأمريكية السياسية والاحتكاك مع بكين بسبب ملفات عديدة مثل هونغ كونغ وتايوان وتيك توك وويتشات وفيروس كورونا، حتى قبل أن يحل موعد الانتخابات الأمريكية وتنشغل واشنطن وسياسيوها عن العالم بالوافد الجديد إلى البيت الأبيض. قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرا صحفيا في البيت الأبيض أمس بشكل مفاجئ، وغادر القاعة بعد إبلاغه بوقوع إطلاق نار في محيط الموقع. وخرج ترامب وسط حراسة أفراد من جهاز الخدمة السرية، كما غادر القاعة وزير الخزانة ومسؤولون آخرون. وقال ترامب بعد استئناف المؤتمر أن سلطات إنفاذ القانون أطلقت النار على شخص خارج البيت الأبيض، وأثنى على عمل عناصر الخدمة السرية. هذا ونفى الجهاز المكلف بحماية الرؤساء الأمريكيين
اختراق البيت الأبيض خلال الحادث أو تعرض أي من المعنيين بالحماية للخطر، مضيفا أن ضابطا شارك بإطلاق النار خلال الحادث يخضع للتحقيق. أكدت وزارة الداخلية في بيلاروس مقتل شخص جراء اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في العاصمة مينسك، وخرج المتظاهرون إلى الشوارع لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكا بولاية جديدة. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد هنأ لوكاشينكا بالفوز وأعرب عن أمله بتعزيز العلاقات بين الجانبين. رغم الخلافات الطفيفة التي تشهدها العلاقات الروسية البيلاروسية فإن غالبها يحمل طابعا اقتصاديا، موسكو ترى في نتائج الانتخابات الرئاسية التي حصل فيها ألكسندر لوكاشينكا على أكثر من 8% من أصوات الناخبين تعبيرا عن الثقة التي يحظى بها من شعبه، لكن القيادة الروسية تعول على نجاح لوكاشينكا بأن يسهم في تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية البيلاروسية. سيبقى السيد لوكاشينكا صمام أمان بالنسبة لبيلاروسيا، كما أنه خلال السنوات الكثيرة من قيادته للبلاد حافظ على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، ويعمل على تعزيز دولة الاتحاد وبناء التعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة والهياكل الدولية الأخرى. وما إن بدأت لجنة الانتخابات المركزية بالإعلان عن نتائج الانتخابات التي كشفت أن لوكاشينكا فاز بأغلبية الأصوات فيها، حتى خرجت المعارضة البيلاروسية إلى الشوارع وبدأت بالمطالبة بتنحيه عن الحكم، متهمة السلطات البيلاروسية بتزويرها نتائج الانتخابات، الأمر الذي لاقى تضامنا من الغرب والأوروبيين الذين لطالما وصفوا لوكاشينكا بأنه آخر ديكتاتور في أوروبا. الموقف الأوروبي واضح منذ سنوات من شخصية ألكسندر لوكاشينكو. لا أعتقد أن الأوروبيين سيعترفون بنتائج الانتخابات الحالية، على العكس من ذلك بولندا تطالب المستشارة أنجيلا ميركل بصفتها رئيسة الاتحاد الأوروبي حاليا بتشديد العقوبات على بيلاروسيا. ألكسندر لوكاشينكا البالغ من العمر 65 عاما يفوز بالانتخابات الرئاسية للمرة السادسة على التوالي، وخلال الأعوام 26 من توليه قيادة البلاد حقق استقرارا بفضل التكامل الاقتصادي مع روسيا. أعلن مصدر في الخارجية الروسية أن موسكو سترد بالمثل على طرد دبلوماسيين روس من سلوفاكيا. وقال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما ليانيد سلوتسكي إن مثل هذه الخطوات تلقي بظلالها على العلاقات الروسية سلوفاكية وتجبر موسكو على النظر في الرد بالمثل. هذا وأكدت الخارجية السلوفاكية لوكالة تاس طرد 3 دبلوماسيين روس من البلاد بزعم تعارض أنشطتهم مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وشددت على ضرورة مغادرة الدبلوماسيين الروس أراضي سلوفاكيا قبل نهاية هذا الأسبوع. دانت طهران رسالة وجهها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى مجلس الأمن الدولي طالب فيها بتمديد حظر التسلح على إيران. وقال متحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الرسالة عبثية وتصب في إطار إرضاء واشنطن، متهما دولا خليجية بتحويل المنطقة إلى مستودع للسلاح. ضربة من الطرف الآخر لمياه الخليج تتلقاها إيران لم تكن تأملها، وهي التي عرضت على الطاولة مبادرة للسلام بمضيق هرمز. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يرسل طلبا إلى مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر التسلح على إيران، فتهاجم طهران المجلس وتقول إن دولا فيه تزعزع الاستقرار الإقليمي. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أضاف أن المجلس الخليجي خضع لإملاءات أمريكية، وأن الرسالة التي بعثها أمينه العام لا تمثل وجهة نظر جميع الأعضاء. أقول لهؤلاء الأفراد والدول الذين أبدوا قلقهم بشأن رفع حظر الأسلحة عن إيران إن نهجنا اتجاهكم واضح. أنتم من حولتم المنطقة إلى مستودع للأسلحة الغربية والأمريكية، ولدينا معلومات موثقة أن بعض أعضاء مجلس التعاون الخليجي لم يكونوا على اطلاع بمحتوى الرسالة، وهي خطوة عبثية ولا تأتي إلا ضمن إرضاء الولايات المتحدة. لكن أهمية الرسالة الخليجية تكمن في أنها تصل لمجلس الأمن الدولي مع مداولات لمشروع قرار قدمته واشنطن لتمديد حظر التسلح على إيران.
تقول طهران إنها تتوقع فشلا أمريكيا ذريعا في تمرير القرار، حيث تعول على دول صديقة تمتلك حق النقد الفيتو كروسيا والصين. المساعي الأمريكية غير قانونية نظرا لوجود قرار دولي في مجلس الأمن برفع الحظر، وأعتقد أن دولا في مجلس الأمن ستعارض مشروع القرار الأمريكي وتفشله. تصر طهران على رفع الحظر بموجب الاتفاق النووي، وإن قالت إن قرار مجلس الأمن أيا كان فلن يؤثر على قدراتها العسكرية، لكنها تبدو بحاجة إلى متنفس عسكري لتجديد قواتها الجوية والبحرية. قد لا يكون لرسالة مجلس التعاون الخليجي ذلك الثقل السياسي الكبير للتأثير على قرار الدول مجلس الأمن الدولي، لكن الثابت أن للرسالة تأثير على مستقبل العلاقة بين إيران وبعض دول الخليج في منطقة يتصاعد فيها التوتر. عمر هواش، RT، طهران. استؤنف العمل في المحمية البحرية في كوستاريكا بالتزامن مع موسم هجرة الحيتان إلى المنطقة، الأمر الذي أنعش حركة السياحة الداخلية والخارجية بعد شهور من الإغلاق بسبب كورونا. محمية بالين الوطنية في كوستاريكا تزخر بحياة بحرية مذهلة، فهي من كبرى المحميات الطبيعية على سواحل المحيط الهادئ. تشهد الآن انتعاشا سياحيا بفضل تزامن استئناف عملها مع وصول الحيتان الحدباء المهاجرة إليها، فرؤية الحيتان في هذه الفترة هنا يكاد يكون مضمونا. جعلنا الوباء نقدر البلد الذي نعيش فيه ونزور أماكن لم نكن نعرفها داخل بلدنا. كان الأمر رائعا للغاية، لقد أمضينا نحو 3 ساعات في مشاهدة الحيتان، كانوا 4 مع عجولها. الحيتان الحدباء تسبح من شمال المحيط الهادئ إلى المناطق الجنوبية بحثا عن الدفء، بينما يسبح أبناء عمومتها من القارة القطبية الجنوبية شمالا هاربين من برودة الشتاء. تتجمع كلتا المجموعتين قبالة سواحل كوستاريكا لتربية صغارها. يعتقد أنها واحدة من أطول هجرات الثدييات في العالم. تبقى في المنطقة 9 أشهر وتعامل محليا بحذر ودلال شديدين. أحد أسباب قدوم الحيتان إلى كوستاريكا هو درجات الحرارة المثلى على طول ساحل المحيط الهادي، فهي تساعد على نمو هذه الأنواع. الأمهات تغذي وتربي عجولها خلال 1 أشهر، ثم تعود إلى مناطق تغذية الأمهات في أنتاركتيكا. كوستاريكا تعتبر واحدة من أفضل الأماكن لاكتشاف أكبر ثدييات العالم، ويأمل سكانها باستمرار مهرجان الحيتان الذي يدعم اقتصاد البلاد على مدار العام. هذا ختام نشرتنا، إلى اللقاء.